صاحبة القصة بتقول أنا عايدة، عندي 46 سنة. جبت بنتين ربيتهم كويس جدا، بس جوزي توفى بعد ما جوزت بنتي الأولى، وفضلت معايا بنتي الصغيرة. حاولت على قد ما أقدر أحافظ عليها وأعلمها وأكون ليها الداعم والسند. الظروف متيسرة، يعني جوزي كان شاطر، كان طول الوقت بيحوش للزمن وللبنات، عشان عارف إن ممكن في أي لحظة يحصل أي حاجة، أو إن ممكن يسيبنا، فكان بيحاول يأمننا على قد ما يقدر. كان كاتب الشقة باسمي، وكمان كان حاطط لي مبلغ باسمي غير موضوع البنات على جنب، عشان لو احتجت أي حاجة أبقى حرة نفسي. كنت بحبه جدا، كان دايما مخليني سعيدة ومبسوطة. كان لينا أوقات حلوة كتير أوي مع بعض، عشنا العمر ده كله، عمره ما زعلني أبدا، ولا سابني في يوم وأنا مشتاقة أو عايزاه يكون جنبي. رفض السفر أكتر من مرة، وده كان بسبب إنه ما بيقدرش يعيش من غيري، وأنا كمان الصراحة ما كنتش بقدر أستغنى عنه، ولأنه عارف قد إيه أنا ببقى محتاجة وجوده جنبي وبحبه جدا. على الحاجات كمان اللي هو معودنا عليها ما اقدرش استغنى. كان بيرفض السفر. بعد ما سابني ما كنتش قادرة اتخيل ان هعيش في الدنيا دي من غيره. الموضوع ما كانش سهل عليا ابدا. كان مبسوط جدا لما جوزنا بنتنا الاولى، كان طاير من السعادة، وفي اليوم ده قضينا اسعد ليلة في حياتنا. كان بيقول لي انا حاسس بسعادة عمري ما حسيتها قبل كده. كان بيحب بنتي الكبيرة أوي ومتعلق بيها، برضه بيحب الصغيرة، لكن كانت الكبيرة ليها مكانة كبيرة أوي في قلبه، لأن هي كانت شخصيتها قوية وذكية، وكمان كانت شاطرة جدا في الدراسة، وحققت له أحلامه كلها. كان بيتمنى إن هي تطلع دكتورة، وفعلا عمرها ما في مرة خيبت ظنه. كانت طول الوقت بتنجح بتقدير. كان بيبقى سعيد بيها جدا، وكانت دايما يعني عطياله حافز قوي إنه دايما يتشرف بيها وبأختها، عشان يعني الناس كانوا دايما بيقولوله إن انت مخلفتش ولاد وكل خلفتك بنات. كان دايما يرد بثقة وبقلب جامد ويقول البنت عندي بالدنيا كلها، كفاية إن هي مشرفاني، دايما دايما بناتي مقدريني، وكفاية إن أمهم طول الوقت شايلاني وعمرها في يوم من الأيام ما تخلت عني. الصراحة كان دايما بيدينا حافز قوي جدا إن احنا نعيش لحظات السعادة بقلب جامد. ما كانش حارمنا من حاجة، مع رغم إن كان بيشتغل شغل بسيط جدا، ولكن عمره ما قصر في حقوقنا. ما كانش مشايلنا طول الوقت هم أي شيء، وده سبب إن اللي يشوفني دلوقتي حتى وأنا بقى عندي 45 سنة ما يصدقش، ويقولي انت آخرك 35 سنة بالكتير قوي. ولما بلبس وبتشيك ما كانش حد حتى بيديني ال35. ده بسبب إن هو كان مخليني متعززة جامد جدا، وطول الوقت بيجيب لي كل اللي أنا محتاجاه. عمري ما حسيت إن أنا لوحدي، وعمري ما نعيت هم أي شيء في الدنيا، وطول الوقت كل مشاكلي محلولة. كانت وجدت مشاكل أصلا قبل ما بتوصلنا أو إن احنا نعرف بيها أو نشيل همها، كان دايما بيحلها. فعلا ما كنتش أتمنى لبناتي غير ناس يعني زي باباهم بالظبط، لأن كنت هبقى مطمنة عليهم وهبقى سعيدة جدا جدا لو معاهم شخصيات زي باباهم. هما كمان الولاد كانوا بيحبوه جدا. أحلى الأوقات كنا بنعيشها وأحلى السنين معاه. كان دايما لممنا كده حواليه ومحسسنا إن احنا أسعد ناس في الدنيا كلها، وحقيقي كنت مكتفية بيها عن الدنيا. ما كنتش بروح لحد قد كده، لا أمي ولا لإخواتي، غير بسيط جدا بسأل عليهم وكل حاجة مش مقطعاهم. لكن الصراحة كنت أنا وجوزي وولادي حاسة إن أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إن هم يكونوا حواليا. كنت حاسة إن أنا أسعد واحدة في الدنيا كلها، لحد ما في يوم تعب مني فجأة، وقلنا شوية برد، وبعد كده ريح في البيت فترة، وبدأنا إن احنا ناخد الأدوية العادية من غير حتى كشف.
لكن لما لقيت الموضوع دخل في أسبوع ولا 10 أيام والحالة بتسوء ومفيش تحسن، اقترحت عليه أنا وبناته إنه لازم يكشف ويعمل التحاليل اللازمة، وبنته كمان لما كشفت عليه قالت له أنا شاكة إن أنت عندك شوية مشاكل. قدرنا نقنعه بالعافية، وفعلا قدرنا نروح نطمن عليه، لكن رجعنا من هناك حرفيا مش قادرين كلنا نمشي على الأرض من ساعة الدكتور ما طلب تحاليل وعملناها. وبعد يوم رحناله تاني، كانت صدمة كبيرة لينا جدا أنا والبنات لما عرفنا إن الأيام بتاعته مش كتير، ده بسبب التعب اللي عنده كان من فترة طويلة جدا وما كانش يعرف عنه حاجة. جينا واحنا كل الحزن اللي في الدنيا فوق دماغنا، وحاسين إن احنا مش هندوق طعم السعادة تاني من بعده. أما أنا بقى كنت موضوع تاني، مش حاسة أبدا إن أنا هقدر أكمل لو هو سابني، وما كنتش عارفة أعمل إيه، لكن كنت بدعمه بكل قوتي، وكنت دايما أبين قدامه إن أنا مش مهمومة ولا زعلانة، وإن الموضوع بالراحة وفترة وهتعدي. لكن هو كان ذكي جدا وكان بيحبني لدرجة إنه كان بيبصلي عينيا حتى لو عاملة نفسي بضحك، كان يعرف قد إيه أنا زعلانة ومتضايقة. أحلى حاجة فيه كانت دايما بتخلي قلبي مبسوط منه، مجرد ما يبصلي يعرف إذا كنت متضايقة ولا لأ. لو خبيت على الدنيا كلها والناس كلها اقتنعت بابتسامتي، مستحيل هو كان يقتنع أبدا إن أنا كويسة وإن أنا مش تعبانة ولا زعلانة. كان بالنسبة لي الدنيا كلها والحب كله، وعشت معاه أجمل سنين عمري. وبعد ما سابني عايزة أقولكوا حسيت إن الدنيا كلها وقفت أنا وبناتي، لكن لما حسيت إن بناتي هيضيعوا مني حاولت إن أنا أجمد وأقف على رجليا وأتقبل الأمر الواقع وأحاول أخلق دنيا جديدة نعيشها سوا. وقفت جنب ولادي غصب عني لأني بحبهم أكتر من نفسي. نفسي عندي ما كانتش مهم، لكن ولادي كانوا عندي أهم من نفسي. عشان كده وقفت على رجلي وقدرت أحتوي بناتي. بنتي بدأت تستقر في حياتها اللي اتجوزت، أما بنتي المخطوبة بدأت إن أنا أركز معاها، وبدأت إن أنا أجهزها كمان عشان كان فاضل على فرحها شهور. بس جوزها شخص محترم وشيك جدا وسنه صغير ومتعلم ووسيم خالص وبيفهم وذكي، لكن ظروفه على القد. ما هو دايما الإنسان يبقى عنده عيب في شيء. المهم أنا شخصيا كنت بحبه وبحترمه جدا، وهو حقيقي ما كنتش أتمنى لبنتي حد أحسن منه، غير إن هو بيحبها جدا وبيخاف عليها، ودي بقى كانت أهم حاجة عندي. كانوا هيتجوزوا في شقة إيجار، فقعدت واتكلمت معاها ومع بنتي وقلت لهم ليه تروحوا تبدأوا حياتكم في شقة إيجار وانتوا ممكن تيجوا تعيشوا معايا هنا. هنوضب الشقة كأنها شقتكم بالظبط على ذوقكم، والفرش كمان، وانا كل اللي محتاجاه الأوضة الصغيرة، أصغر أوضة في الشقة هحط فيها أوضة نومي وهرتاح فيها، لكن أكتر من كده صدقوني مش هتحسوا بوجودي. وكمان عشان ما أعيش لوحدي لأن أنا ما بحبش الوحدة. وفضلت أقنع فيهم فترة طويلة جدا لما اقتنعوا، وفعلا بعد فترة قدرت إن أنا أقنعهم، وبنتي الكبيرة كمان قدرت تقنع أختها وجوزها. وبعدها بدأنا نوضب الشقة. الشقة لما اتوضبت بقت حاجة تانية خالص، وفرشناها على أحدث موضة على ذوقهم زي ما كانوا عايزين يعملوا في شقتهم بالظبط. أما أنا كان عندي أوضتي، وكمان حاولت إن أنا أعمل فيها حمام صغير يبقى خاص بيا، وحطيت فيها الشاشة بتاعتي وكل احتياجاتي. يعني مش حابة إن أنا أتحرك كتير برا عشان ما ضايقهمش، كنت بحاول على قد ما أقدر ما يتضايقوش من وجودي، عايزاهم طول الوقت مبسوطين. وفعلا وأول ما اتجوزوا رحت قعدت عند أختي حوالي أسبوعين، وبعدها رحت قعدت أسبوعين زيهم عند بنتي اللي متجوزة من فترة. بعد شهر رجعت البيت لما هما اللي طلبوا بنفسهم، وساعتها بقى بقيت أحاول أهيئ لهم الجو إن هما يكونوا مبسوطين وسعداء. وكنت بحاول أنصح بنتي على طول عشان بنتي طول الوقت عصبية، وطول الوقت لسه صغيرة وبتاخد الأمور بطريقة غير صحيحة.
كنت بحاول من غير جوزها ما يحس إن أنا أنصحها، يعني بلاش عصبية عليه زيادة عن اللزوم، تقبلي الموقف واحتويه بالراحة، قربي من جوزك، اتفاهمي معاه، شيلي معاه مسؤوليته، ما انت شاركته في الحياة. الراجل بيحب الست الشجاعة اللي دايما تبقى في ظهره، يحس إن هي سند ليه، ودايما بتنصحه ودايما بتدفعه للأمام، ولو وقع دايما تاخد بإيده، متنكيش طول الوقت تتكي على نقطة ضعفه، لأن انت الشيء اللي بيقويه للحياة. ما ينفعش انك انت طول الوقت اللي تقولوله انت معكش كذا، ما جبتش كذا، ما عملتش كذا كذا، انت السبب في كل اللي حصل. كل الحاجات دي بتجيب نتيجة عكسية مع الزوج. ومع مرور السنين مواقفك الكويسة هي بتبقى رأس مالك عند جوزك، وغلاوتك بتكون من مواقفك الشخصية. بالصدفة هو سمعني وأنا بتكلم معاها، لأنه كان رجع من الشغل من غير ما نحس، وإحنا كنا قاعدين في الأوضة بتاعتي وقافلين الباب. لما طبعا عشان ما يحرجناش أخد بعضه وحاول يعمل صوت إن هو وصل، وساعتها سبتها وقلتلها روحي شوفي يلا طلبات جوزك وحضريله الغدا. كانوا دايما يحبوا إن هم يتغدوا معايا، لكن أنا اللي كنت بعمل بالطريقة برفض. كنت بعمل إيه؟ كنت دايما قبل ميعاد رجوع جوزها بنص ساعة كان على طول بحط لنفسي آكل عشان آخد الدوا بحجة الدوا، وبعد كده أسيبهم عشان حابة إن هم يحسوا إن هم عايشين حياة طبيعية. كانت دايما تقعد ويتغدوا هما الاتنين مع بعض، لكن كان يوم الجمعة ده اليوم الوحيد اللي كان لازم إن أنا أقعد معاهم فيه. ما كنتش بنقطع عنهم خالص. ليه؟ السبب إن أنا مش عايزاهم يحسوا إن أنا مش موجودة، ولا برضو يحسوا بعدم يعني اهتمامي بيهم. لازم الاتنين يكونوا موجودين. يوم الجمعة ده كنت بحاول بعد ما هم يتغدوا ويرتاحوا شوية وأنا كمان كنت بتغدى معاهم، كنت بعد كده بحب أقوم أقعد معاهم شوية، أتكلم معاهم وأضحك وأهزر، عشان كمان يحسوا كده بوجودي وما يحسوش إن أنا متضايقة منهم، أو يفهموا إن عزالي حاجة عكسية أو حاجة غلط. وفي يوم كان شغال فيلم رومانسي حلو قوي، وأنا طول عمري بحب الرومانسية من أيام جوزي، وأنا متعودة على القعدة الحلوة والجو الرومانسي. افتكرت جوزي في الوقت ده وفضلت أبكي كتير جدا، وما كانش قصدي إن أنا أضايقهم، ولكن غصب عني افتكرت كل أيامنا وليالينا الحلوة. وبعدها طبعا دخلت أوضتي ورجعت كل ذكرياتي. كنت زعلانة جدا عليه، وبدأت أفتكر حاجات كتير حلوة كانت بتحصل بينا، وبدأت إن أنا أشتاق لوجوده وما بقتش عارفة أعمل إيه. زعلت جدا إن كل حاجة جوايا صحيت بالطريقة دي فجأة ومش عارفة أسكتها. وفي يوم طبعا كانت بنتي الكبيرة على وش ولادة، وبنتي الصغيرة كانت حامل برضه، ولكن بعد ما جالنا الخبر إن هي وضعت يعني ولدت، كنت مضطرة آخد حاجات كتير وأروح لها. وطبعا هنا أختها ما كانتش هتقدر تيجي معانا عشان حملها اللي الدكتور منعها من الحركة. فالوقت ده أخدت جوز بنتي، ما لقناش مواصلات واضطرينا نركب الأتوبيس لحد دلوقتي. وكانت معاملتي مع جوز بنتي كجوز بنتي وبس، وما كانش فيه أبدا أي شيء تاني. وما كنتش عايزة غير إن بنتي تكون سعيدة ومبسوطة وحياتها مستقرة مهما كان التمن. عشان كده كنت مستعدة أضحي بكل شيء مقابل إن هما يكونوا سعدة ومبسوطين. لما ملقناش مواصلات اضطرينا نركب الأتوبيس اللي بيوصل للعربيات بتاعة بنتي. وفعلا الأتوبيس كان زحمة جدا جدا، وما كانش فيه في الوقت ده أي مواصلة هادية، لأن كان خروج ميعاد خروج الموظفين وكمان خروج المدارس والكليات، وكانت الدنيا زحمة بطريقة مش طبيعية، وكنا مضطرين نركب أي حاجة. وفي اليوم ده عشان خاطر جوز بنتي كان خايف عليا فاضطر يقف ورايا، عشان طبعا أي حد تاني مش هينفع يقف كده. ولكن أنا كان عندي الإمكانيات يعني واخدة راحتها شوية وعالية، فاضطرينا هنا بقرب المسافات بحكم الزحمة اللي احنا فيها. وهنا بقى حسيت إحساس غريب جدا مختلف
عمري ما تخيلت إنه ممكن يحصل. حسيت إن هو ما قدرش يسيطر على حاجة، وإن كل حاجة حصلت، وفي المشكلة إن في الوقت ده ما كانش ينفع لا أتكلم ولا إن أنا أقول حاجة ولا عارفة أتحرك ولا أي حاجة. اضطريت أفضل زي ما أنا، وهو كمان الصراع معاه بيزيد لحد ما وصلنا ونزلنا من الأتوبيس. ولكن كانت كل حاجة حصلت بكل بساطة، والمشكلة إنه خلاني أنا بقى بقيت في دنيا تانية، وما كنتش أحب أبدا إن الموقف ده يحصل، ولا كان في بالي إنه ممكن يحصل في يوم. ولقيته واحنا ماشيين بيعتذرلي، وأنا بصيتله كده وكان هاين عليا أضربه على وشه بالقلم، ولكن سيطرت على نفسي عشان كنا في الشارع. لقيته بيعتذرلي وبيقولي سامحيني غصب عني، الصراحة أنا بحب بنتك جدا وبخاف عليها، ولكن من كتر ما كنت بسمع كلامك الناضج العاقل وأشوف إحساسك وقد إيه إنسانة مرتبة وحسيسة وعندك إخلاص، يعني كنت كل يوم بتزيدي في نظري أكتر من الأول. بنتك مش واخدة منك كتير، ولكن الصراحة أنا كنت أتمنى إنسانة زيك بالظبط. زعلت منه وبصيتله كده وقلتله بنتي ست البنات، لكن انت اللي أكيد مش متفاهم معاها كفاية. قالي مش حقيقي، انت بتعرفي كويس إن أنا مش بأثر في حاجة، ودايما بتسمعي صوتها وبتشوفي طريقتها، وأنا بحاول على قد ما أقدر إن أمشي الدنيا عشان مش عايز أخرب على نفسي. لكن هي انت عارفة طبعها وحش ومتدلعة جدا، وطول الوقت وهي داخلة معايا في صدام قوي، حتى الحقوق الطبيعية مش بتخليني مكتفي ولا مبسوط. المهم في اليوم ده قلتله ما تتوهش الموضوع، اللي حصل منك ده عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يحصل. اعتذرلي وقال لي أنا آسف، لكن الحقيقة انت فعلا ست جامدة جدا، وعقليتك وشكلك وطريقتك وجمالك اللي مع رغم سنك ده مش معقول إنه يكون في أي إنسانة تانية. فضل يوصف في جمالي ويمدح في عقلي وفي طريقتي فترة طويلة جدا. الموضوع بجد كان مأثر فيا، كانت كل كلمة بترن في عقلي وقلبي، وما كنتش أتخيل إن بعد السنين دي حد يحرك جوايا كلام بالطريقة دي. خلصنا مشوار بنتي وقعدت عندها كذا يوم، وبعد فترة روحت البيت، وطبعا كان ده أول لقاء لينا بعد كل اللي حصل. وروحت البيت لقيته هو وبنتي متخانقين. حاولت أصلح الأمور، لكن بنتي كانت المرة دي عصبية غير العادة، وكانت طول الوقت بتزعق. وطبعا أنا كنت راجعة تعبانة وحاسة إن أنا ما عنديش طاقة أبدا للكلام. أخدت بعضي ونمت في أوضتي. البنت أخدت هدومها ومشيت من غير ما أشوفها، وجوزها في الشغل راحت عند خالتها، وأنا معرفش وما بلغتنيش إن هي ماشية، وكنت نايمة في أوضتي واخدة راحتي. وفجأة لقيت باب الأوضة بيخبط. كنت فاكرة بنتي هي اللي بتخبط عليا، وأنا واخدة راحتي عادي جدا لأن الجو كان حر بطريقة قوية. فجأة لقيت اللي بقوله ادخل، دخل فعلا، لقيته جوز بنتي. اتصدمت كده وقلتله هو في ايه؟ فين نهى؟ قالي بنتك مش موجودة وانا داخل عشان اسألك عليها. في الوقت ده كنت بحاول أتحرك عشان أجيب أي حاجة يعني تخليني كله تمام، لأن الوضع ما كانش أحسن حاجة، ولكن كنت واخدة باله من عينيه ونظراته اللي كانت قوية جدا، وكانت مركزة على كل حاجة. في الوقت ده أنا كنت واخدة راحتي جامد جدا، لأن أنا بزهق من الحر وبزهق من الزحمة، ومبحبش الأصوات العالية وبحب الهدوء وحاجات كتير قوي كان جوزي معودنا عليها وكنت عايشة بيها. في الوقت ده اتصدمت لما عرفت إن البنت مشيت من البيت. حاولنا نتصل عند أكتر من حد لما عرفنا واطمنا إن هي عند خالتها، وبعدها قلت لها خلاص حاولي تهديها الليلة وممكن بكرة تجيبيها، عشان كده ما يصحش وما ينفعش وعيب لما تمشي من غير ما تقولي ولا تقولي جوزها. وانا لولا جاية تعبانة ومرهقة من عند اختها كنت جيت لها دلوقتي. اختي قالت لي حاضر بكرة هجيبها واجي.
وطبعًا قعدت طول الليل أتكلم أنا وجوز بنتي على كل حاجة، على اللي حصل في حياتي وعلى اللي كان نفسي فيه، وعلى زعلي على جوزي اللي سابني فجأة وراح، وهو كمان بدأ يشتكي من الحاجات اللي بنتي مضايقاه اللي متضايق منها من بنتي طول الوقت. والصراحة ما أقدرش أكدب عليكم، لما قرب ما قدرتش أبدا إن أنا أمنعه، وبدأت فعلا واحدة واحدة الأمور تقرب أكتر والمسافات كلها اتشالت. وآخر حاجة كنت أتوقعها بدنيتي كلها إن ممكن ده يحصل بيني وبينه أبدا، ولكن الصراحة كانت ليلة والألف ليلة وليلة حسيت إن أنا بعوض فيها حرمان السنين. وهو مكانش الموضوع بيكتفي من شيء واحد، لأ، ده كان أكتر من شيء. هتسألوني إزاي هقولكم ما كنتش حاسة بأي حاجة في الدنيا غير إن عايزة أكمل في اللي أنا فيه وبس. الموضوع معايا كان صعب جدا لأن جوزي كان طول الوقت وهو كان معودني يوميا على رتم ثابت، والموضوع ما كانش اختفائه من حياتي كده حاجة سهلة ولا بسيطة، بالعكس أنا كنت كل يوم تعبانة جدا أكتر من الأول. عشان كده لما انحطيت في الموقف بقيت خارج السيطرة، لكن زعلت جدا وبنتي جت تاني يوم مع خالتها وبدأنا نتكلم ونتناقش وبدأنا نغلطها وتتصالح هي وجوزها. ولكن أنا بقى اللي هنا بقيت في دنيا تانية وبقيت زعلانة جدا من اللي حصل وهي مش موجودة، من غير أي ترتيب ولا قصد، ولا كمان كنت أتمنى إنه ممكن يحصل في يوم من الأيام. لكن ما بقيتش عارفة أعمل إيه، طول الوقت محرجة وطول الوقت نظراته معايا تركيزها قوي جدا، مش عارفة أتحرك ومش عارفة أقعد في البيت، ومش قادرة أتخيل بعد اللحظات إن ممكن يكون هو ده اللي حصل فعلا، لدرجة إن اللي حصل ده أنا عايشة بيه بقالي أكتر من أسبوعين، بفتكره كل يوم وعايشة بيه، لكن زعلانة من اللي حصل وعايزة أمشي ومش عارفة أعمل.